انه كان من المتظاهرين في الميدان وفي غير الميدان، يعني هو من المتظاهرين بشكل دائم، وحتى قبل سقوط النظام. واحنا كنا استضفناه في احدى الحلقات لما الكنيسة اعطت تعليمات للمسيحيين بعدم التظاهر يعني وعدم الانضمام الى المتظاهرين. فبعض المسيحيين قالوا لن نلتزم بتعليمات الكنيسة، وكان منهم مينا اللي استشهد في الأحداث الأخيرة أمام ماسبيرو، واللي ميدان التحرير حتى يعني الحقيقة كانت جنازة أثارت الجميع، وكان الجميع أقام له تأبينا، لأنه مينا من المحسوبين على الحركة الوطنية وعلى النشطاء الشباب. وعشان كده تعالوا نشوف، كنا سجلنا معاه لما قال أنا مش هلتزم بموقف الكنيسة بمنع بعض المسيحيين من التظاهر وهنزل للمظاهرات. تعالوا نشوف. دانيال مينا، طبعا انت السؤال الاولاني اللي يجب اساله لك، وهو ما كانش يجب ان انا يعني اعمل التقسيمه الطائفيه، ولكن كانت هناك دعوه مثلا من قداسه البابا شنوده بعدم نزول الاقباط الى المظاهرات، يعني دعا الاقباط الى عدم المشاركه في المظاهرات. لماذا لم تستجب اليها مثلا؟ هي الكنيسه بالنسبه لي تعني مؤسسه روحيه فقط لا غير. يعني ليست مؤسسه سياسيه تعطيك تعليمات. لكن انا ماليش صلاح بيها هي تعنيني روحيه فقط لا غير. السلطه الروحيه بالنسبه لك فقط لا غير. طيب انت نزلت المظاهرات، انت مالكش علاقه باي احزاب او قوى سياسيه؟ لم تشارك من قبل في اي احزاب او قوى سياسيه؟ لا، انا مهتم بالموضوع، لكن ليا ميول او ليا اتجاهات لا. مالكش؟ لكن انا مهتم بالموضوع. مش اخوان مسلمين على الاقل، ولا الاخوان هم اللي حرضوه؟ طب ايه اللي نزلك المظاهره؟ المظاهره اللي نزلت المظاهره؟ يعني ايه طلباتك جوه المظاهره؟ ايه طلباتي؟ طلباتي ان انا دلوقتي سن 22 سنه، بقى لي 4 سنين مخلص اثار، دبلوم اثار، هي مدرسه واحده على مستوى الجمهوريه، المفروض ان انا ماضي عقد 5 سنين ان انا اشتغل في هيئه الاثار. لغايه دلوقتي ما اشتغلتش. كملت بعد ما خلصت، وكملت في كليه في جامعه خاصه في كليه تجاره وخلصت، ولغايه دلوقتي ما اشتغلتش. دورت على شغل بره، كان المرتب 400 جنيه. انا 400 جنيه هعمل بيهم ايه في الشهر؟ احنا عاوزين نشوف حل للبطاله اللي موجوده واللي مكتسحه في البلد. عايزين نشوف حل للتعليم اللي بقي دلوقتي مش تعليم، ده بقي فساد وبقي استغلال للطلبه والاهالي الطلبه. طيب والاصلاح السياسي وصلكم ان انتوا من ضمن مطالبكم عايزين اصلاح سياسي طبعا بالنسبه لي انا يعني مهتم بالموضوع جدا، فانا شايف ان في فساد سياسي في البلد. زي ايه يعني فساد؟ مفيش عداله، يعني مفيش مساواه بين الشعب. بص، انزل المناطق الشعبيه وشوف. انزل عزبة النخل، انزل روح شوف مشيط ناصر، شوف المناطق دي عامله ازاي. شوف. طيب يعني هو عاوز يقول لك يا سيد لواء انزل شوف المناطق الاكثر فقرا اللي فيها ناس بتموت من الجوع. مينا، انت قعدت مع الناس في ميدان التحرير حتى الصباح؟ طبعا. ده لقاء سابق مع مينا دانيال، اللي زي ما قلت انه كان تأبين ميدان التحرير له يعني اخذ شكلا مختلفا تماما، لانه من المتظاهرين بحماس شديد، وزي ما قلت انه ميدان التحرير لم يفرق بين مسلم ومسيحي، وعشان كده كان الاحتفاء بتأبين وبإقامة حتى جنازة مختلفة لمينا يعني أخذ شكلا ثوريا. زي ما سمعتوا حتى كان قاعد قدامه 2 من أعضاء الحزب الوطني السابقين اللي كانوا يعني بيواجهوه بأنه كل شيء جميل، لكن مينا كان بيكلمهم عنده منطق يعني، وعنده قضايا لا علاقة لها بالطائفية ولا علاقة لها بالمسجد أو الكنيسة.